شايف دي؟ احنا الكرة المصرية ابيض من دي. كمان. طيب، لم ينجح أحد في منتخبات مصر والكرة المصرية، وشكلنا بقى من سيء لأسوأ يعني، وداخلين على أفريقيا قريب. النوايا، يعني أنا بقول لك اللي احنا فيه دي كلها النوايا اللي مش سالكة. أدينا في البطولة العربية خدنا على عينينا في أفريقيا، لأن أنا برضو ما ببرأش اللي ماسكين المنتخب الأول، زي ما ببرأش اللي ماسكين المنتخب التاني اللي راح كأس العرب، وما ببرأش صاحب مشروع الخيار الأكبر رئيس اتحاد الكوره، لا مؤاخذه يعني مع احترامي لحضرته. ولان انا قريت تصريح لسه على اليوم السابع بيقول لك ثوره تصحيح شامله. هي دي هتبقى ثوره تصحيح شامله، مش هيحصل اي حاجه، ويقول لك لجنه وخبير اجنبي وخالتي عندكم ونشوف الخطط بتاعه ولا حاجه بتحصل. لان هي كانت حصلت قبل كده، ان احنا متعودين اي طفره بتحصل هي بتبقى طفره مش بناء على تخطيط. يعني فتره كابتن حسن دي استثناء كده، ما مش هيتكرر تاني يعني. فهو ده اللي عندنا. انا ممكن الوم كابتن حلمي طولان، ازاي يا كابتن حلمي حضرتك منظم وراجل برنس وما تقبلش تشتغل في العشوائيه دي؟ ازاي انت كبش فدا في القصه دي ومسؤول للاسف عشان قبلت تاخد المهمه مع العقليات دي؟ انت مش عارف تاخد اللعيبه بتاعتك اللي انت عملت بيها الاعداد. بيراميدز مش عايز يسيب لعيبته، والدوري ما اعرفش شغال على ايه، وحد دريان بالدوري ده؟ كل الفرق اللي مشاركه في بطوله العرب بالفيرست تيم ابو ساكن دي موقفه الدوري بتاعها. كاس عاصمه مين يابا؟ ده الدوره الرمضانيه الناس بتشوفها اكتر. مداخيل كاس العرب للبطل حوالي 7 مليون دولار، ده افريقيا بجلاله قدرها 3 ولا 4 مليون دولار. فيعني احنا هنهزر ومعترف بيها من الفيفا. مش قد الشيله ما تشتركش، محدش ضربك على ايدك ما تشتركش، لكن ما تروحش تبقى ملطشه. والجاليه المصريه يا عيني يعني، وواحد لعيب زي النني راح يشتبك معاهم، انت منتهي. هي اللعيبه كلها اللي في المنتخب دي منتهيه، ما فيش الا مروان حمدي هو اللي كان بيكارك وبيحاول يعمل اي حاجه، ومحمد بسام يعني انا شايفه من البطوله كان من رجال البطوله يعني. فانا بقول لحضرتك ده نوايا نوايا نوايا، واللي يزرع خيار هيجني ايه يعني؟ ليتكم زي الفل.